رقم تليفون البرنامج على الشاشه، جايز يكون على الشاشه بس عندي على المونيتور ممكن يكون مش باين بصراحه يعني. هيبقى موجود معانا بعد الفاصل في الفقرة القادمة، وفقرة في غاية الأهمية عن ملف الحديث فيه لا ينتهي في حلقة واحدة. احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، وهو تحديدا حروب الجيل الرابع. مسألة في غاية التعقيد، نوعية استراتيجية وجديدة من العسكرية. من الجائز جدا انك تقدر تأرخ لها، البعض يأرخ لها من وقت غزو الامريكي للعراق، او البعض يرجع ابعد من كده ويتكلم عن طالبان والقاعدة. على كل الاحوال ما يحدث في المنطقة العربية هو اخر فيرجن، اخر واحدث يعني مخططات للشر الخاصة بما يسمى بمصطلح حروب الجيل الرابع، أن تجند بعض الأفراد وبعض الكيانات داخل مجتمع ما لهدمه من الداخل. ما بقاش حد بيتعب نفسه ويروح يحارب كده عسكريا بشكل مباشر، غير طبعا ضربة النسور، ده موضوع تاني. على كل الأحوال بيشرفنا بإذن الله بعد الفاصل مباشرة سيادة اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وحديثنا في غاية الأهمية عن حروب الجيل الرابع وكيف تغيرت وإلى أين وصلت الآن. هبني وهبني البنى على النيل جريمة عقوبتها الحبس ودفع غرامة كبيرة. نيلنا هنحميه ونحافظ عليه. بشرة خير لكل المصريين. دلوقتي تقدر تهدي أغنية الفنان حسين الجسمي بشرة خير لكل أصحابك وحبايبك، أو كمان تخليها رنة موبايلك. اتصل من أي محمول على 1438 أو من أي خط أرضي على 0900 94 38 ونزل واهدي بشرة خير لكل المصريين. الو الو، انت يا بنت يا سالي؟ بتمت بنتك. انت مين ياض؟ انا معجب. ايه انت بتعاكسني بجد والنبي؟ يا بنت عاكس مين؟ انت اخرك ايه؟ لو في أرقام بتعكسك وقرفان منها، مع خدمة ترو كولر هتعرف أصحاب كل الأرقام في مصر أو بره مصر. اتصل من أي محمول على 1461 أو من أي خط أرضي على 0900 9407 أو ابعت الرقم في رسالة على 9407 وفي ثواني هيكون عندك اسم صاحب الرقم. مع خدمة ترو كولر هتعرف أصحاب كل الأرقام في مصر أو بره مصر. ربنا يفرج عليا وعليك. حبشه ولدي عافي وزي الفل. ولدك في حوض الخزران، الدنيا ممكن تحني شويه لكن مش هتكسر. يا ابني الماركه اللي زي حبيشه دي ملهاش في النزاهه. حد الله يا ولدي بيننا وبين الحرام. ايه بنت ده؟ الشقه اللي تحتينا نط عليها واحد حرامي وكسر الباب وضرب البنتين اللي كانوا موجودين فيها. مش عايز احس اني قليل. اللي ما ترتهوش لنفسك ما ترتهوش لغيرك. الناس اللي زينا الحب مش في ميزانهم. انا كلامي كان مع راجل البيت ده، وكلام الرجاله ما يفضوش كلام نسوان. انت بتتكلم كده ليه يا عم انت؟ انت بتتكلم مجرم. ابن حلال يوميا 10 مساء على نايل لايف. العاف عليك يا كاب. اهلا بكم ونشرة جديدة من قناة الجرجيرة فيخة فيخة فيخة. يا ابني دزمة مين اللي قال لك الكلام ده؟ جبتونا المرض الله يحرقكم جاي. ربينا الدنيا مقلوبة والناس محتارة وبتسأل ايه هي العبارة في موضوع الضرائب العقارية الجديد. بيقول لك ايه؟ ارقام جلوس طلبة الثانوية العامة تباع في السوق السوداء. انا عايز اعرف يعني الشباب تنحرف ولا تتطرف ولا يحصل ايه؟ انا عارف ان العمده مش مقصر مع حد. الله عليك يا مصر، ودخلنا كاس العالم يا مصر. معايا صورة من تحليل الDDT. من السبت للأربعاء
11:15 مساء على نايل كوميدي. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو عندنا ربيع طول. صباح على كل السادة المشاهدين، نهاركم سعيد. نهارك سعيد. نهار إن شاء الله سعيد. نهارك سعيد. على شاشة نايل لايف. انفراجة في أزمة الكهرباء الأحد المقبل. الناس هتتحمل وهتتفهم. حكومة بس صاحب القرار أو الوزير مهتم وبينزل يتابع هذا الأسلوب مرفوض. 40 عربية محملة بأسلحة، فرق أمني خطير. هنا بقى بتترك للشعب أن يحكم. وضعنا دلوقتي وما كان متوقع. هي دي الحقيقة. لفظ هذه الجماعات والخلايا النائمة لن تأتي إلا من خلال الفن شيء مهم جدا. خلاص بقى آن الأوان نتكلم مع الناس بشفافية وصراحة. الفيديو جيمز دي بتخلي الواحد مش عارف ينام. مصر ما فيهاش رقابة على الصحف. قطع أثرية قد كده عاملين لها متحف. حضارتنا بتتباع. مواجهة لا تعني حل المشكلة. حقوق الآخرين تستردها. فرض فرص عمل للشباب. علاقتنا بأفريقيا ندي بس فرصة شوية نجرب الترجمان. استكشاف المنطقة وكشف المنطقة. ده علامة استفهام الحقيقة. يحظر العجل. لا يطبق إلا بنص قانون. دي على طول فقراتنا نشوف كده آخر الأخبار إيه؟ كل ما هو جديد في الشارع المصري. العمل كان اتفاقنا من البداية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. على نايل لايف في الأوقات التالية. وجها لوجه، تغريدة كل يوم سبت على شاشة نايل سبورت. حيادية الشاشة وجرأة الحوار وجهان لعملة واحدة. وجها لوجه، الواقع أمام عيني. وجها لوجه مع صبري الصمنلوطي على نايل سبورت في الأوقات التالية. تأثير على جمهورنا الجميل. عرس فني وثقافي كبير. لو عايز تعرف قيمة مصر تعال شوف إبداع شباب مصر. عن العشاق سألوني. الفن والإبداع والثقافة شيء مستمر. بنية درامية متكاملة. بشكر شباب مصر على كل المجهودات. مقطوعة أدبية للفخر بمصر. وإن الدواء اللي بيشفي دايما مر. أنا حلمي لما اتولد عدى حدود الدار. لازم يكون لك وجهة نظر. عامل رؤية إخراج في النص. كادراتك كلها متسعة زيادة عن اللزوم. عينك رائعة. أنا بحييك على كادراتك. برافو عليك. أداء متميز وراقي. عندك خلفية في الكتابة. والحقيقة حاجة مشرفة. ما كناش نتوقع إن مصر فيها الأصوات الجميلة دي. ناس بتشتغل بجد. ابدأ وفقك الله. نادت بك الرسل الكرام. أنا بفكر كل اللي بيسمعني، الجيل الرابع من الحروب ده جيل في منتهى الخطورة، بيتم استخدامه في المنطقة بالكامل وفي مصر. الجيل ده بيستخدم فيه الإرهاب كوسيلة، بتستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة،
بتستخدم في الشائعات، الحرب النفسية، منظومة متكاملة بتشتغل عشان تجيب نتيجة هائلة. ما تقولش اللي بيتقال ده اتقال ولا ما اتقالش. اللي بيتقال ده بيتقال ليه؟ هدفه ايه؟ ما تقولش اللي اتقال ده اتقال ولا ما اتقالش، انما تسأل اتقال ليه. الجملة دي في غاية الأهمية، وهي مدخلنا لموضوعنا النهارده، فقرتنا عن الجيل الرابع من الحروب. والجملة دي بتشير بشكل مباشر لأكثر من دلالة خاصة لأدوات استخدام أو الأدوات اللي بيتم من خلالها تفعيل ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب. النهارده بيشرفنا يكون معانا الكلام حوالين المسألة يعني الخطيرة والمعقدة استراتيجيا وعسكريا وحتى سياسيا، يعني سيادة اللواء أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بيك يا فندم، بالسلامة المشاهدين. يعني الشرف لينا يا فندم، وشكرا على وقت حضرتك لوجودك معنا لتاني مرة في صفحة جديدة عشان نستكمل ما بدأناه في حلقة قبل كده عن مفهوم الحرب او الجيل الرابع من الحروب. كنت حضرتك شرحت لنا واديتنا فكره عن مدخل ليه. الكلمه دي تحديدا اللي سمعناها من سياده الرئيس عن ذكره للجيل الرابع من الحروب، انا توقفت عند جمله اللي ختم بيها. ما تقولش اللي اتقال ده اتقال ولا ما اتقالش، اسال اتقال ليه، فهتعرف اذا كانت اتقال ولا ما اتقالش. مش كده؟ دي حقيقة. مش ده اللي هو بيقصده؟ ايوه بالظبط. هل نقدر نعوض عن الجمله دي ما بين قوسين بما يسمى التسريبات؟ طبعا لا، هي مش اصل حته التسريبات، لو تسريب يبقى حاجه موجوده واتسربت، لكن هي متفبركه وبتقنيه عاليه جدا. يمكن حضراتكم في الاعلام يعني اكتر مننا تقدروا تعرفوا هذا الموضوع، ان مع التكنولوجيا الموجوده العاليه جدا في تكنولوجيا الاصوات والافلام، ممكن تقدر تعمل تقلد اصوات وتطلعها بتقنيه عاليه جدا، والشخص الطبيعي ممكن ما ياخدش باله. يعني انا مش كل الناس متخصصه هذا التخصص العالي جدا في تقنيات الافلام والاصوات وكذا. فبالتالي يعني حاجه زي كده بتتقال في وقت معين واتعملت اكتر من مره، يعني مش معقوله معنى كده ان في حد قاعد في مؤسسه الرئاسه عمال بيسجل الحاجات دي ويطلعها. يعني امر يعني هو اتعمل بتقنيه عاليه فنيا، لكن هو توقيته وتكراره هو اللي خلى الناس المهم ما بيعرفوش منها ولا حاجه مهمه. يعني يعني اللي عايز يسجل طب يسجل حاجه مهمه. لا، وغير هيسجل كل مره. يعني كل مره حد موجود في مؤسسه زي مؤسسه الرئاسه لها يعني نظام تامين خاص، هيسجل كل مره ويطلع كل مره بهذا الاسلوب وفي هذا التوقيت، والدول بعينها وبتاع. يعني الناحيه الفنيه معموله بصوره عاليه، لكن لما نحط الناحيه الفنيه اللي تعمل بصوره عاليه في سياق الحدث كله يعرف ان هو متفبرك. تمام. ودي احد الاساليب الرئيسيه للحروب الجيل الرابع. طيب، من رؤيه رئيس مصر اللي سمعناها دلوقتي في 3 جمل مكثفين في غاية الأهمية من حديثه الأخير للشعب عن أهمية وخطورة يعني وضرورة الانتباه لمسألة الجيل الرابع من الحروب، نقدر نقول ان احنا ممكن نروح بقى نشوف وجهة النظر اللي طرحها، عايزه اقول ايه، لو حضرتك توافقني، مفكر او بروفيسور امريكي، لا عراب النظريه. يعني النقطه اللي يمكن الفيلم ده اللي احنا ماكس مانورينج، في ناس نظرا للطبيعه الخاصه لهذا النوع من انواع الحروب، ويمكن هنقولها بالتفصيل شويه، ممكن ناس مش مصدقاه، وهو بتقول نظريه المؤامره. ممكن الاعلام مضخمه شويه او انتوا كدوله مضخمينه شويه، فبالتالي لا. طب تعالى نشوف، ده استاذ في كليه الحرب الامريكيه بيدي محاضره لدارسين
هذه المحاضرة بيشرح فيها تطبيق حروب الجيل الرابع وأدواته وأهدافه وهيؤدي لإيه بصورة واضحة جدا وبكلمات بسيطة جدا، وهو احنا الحمد لله مترجم، وبالتالي احنا لو شفناه بس عشان يبقى مش معقولة ناس في كلية حرب بيدرسوا هذا النوع من أنواع الصراع وبعدين بعد كده يعني هيقف عند هذه كمان عندهم نظريه المؤامره. لما مين اللي عاملها بقى؟ لا يعني احنا هنشوف ده وبعدين ناخد جزء منها، جزء بسيط كده، وبعدين على فكره ساعات بيسموها الحرب اللامتماثله. اللامتماثله او اسيمتريك وورفير، يعني برضو ده عشان لما حد يسمع الاكسبريشن ده او التعبير ده في وسائل الاعلام او في بعض الكتابات سواء الغربيه او العربيه يعرف ان هو يساوي برضو حروب الجيل الرابع او فورث جينيريشن اوف وور. تمام. نشوف مع بعض البروفيسور ماكس مانورينج وهو بيدي محاضره عن نظريه او مساله الجيل الرابع من الحروب هي ايه وتتعمل ازاي وايه ادواتها، وبيدي المحاضره لمجموعه لاحظوا حضراتكم الحضور مجموعه من الضباط، وشيء طبيعي جدا، اكيد مش ضباط مرور، اكيد ضباط تخصصاتهم يعني مخابرات. فنسمع ونشوف مع بعض ونرجع نكمل حوارنا المهم مع سيادة اللواء. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here, it's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. Now what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. But we have been engaged, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down slowly but surely the will of the targeted country for the purposes of, say that again? Gaining influence. And eventually, beyond gaining influence, and probably more, not just eventually, but in reality, the real objective is to compel that enemy to your will. But here, a couple of words for our vocabulary for the next while. War is compulsion, whether it's non-lethal or if it is lethal as what we've known in the past. The other word is failed state or failing state. It's not an event, it's a process. And if you do it slowly and quietly enough, people will go to sleep, in the words of one of my favorite philosophers, Hugo Chavez. If you do this well enough, long enough, slowly enough, benignly enough, your enemy will wake up dead. كلمات واضحة قوي. مذهل يعني مذهل في الوضوح. في الوضوح بالظبط كده. الحرب هي الإكراه. ومدرس كويس يعني بيشرح يعني أسلوبه في التدريس يعني قوي بسيط واضح منظم، كلمات منتقاه بالاهداف قايلها، يعني عارف حضرتك محاضر محترف. واضح يا فندم ان هو وكانه بيحاضر لمجموعه افراد محددين بالظبط لهم مهام محدده بالظبط لانه هو بيتكلم بوضوح على كيفيه التنفيذ. توقفت عند تكراره لمساله
ان الجيل الرابع من الحروب هدفه في النهايه ان البلد او الدوله اللي هي العدو ينفذ اراده المعتدي بالظبط، وهو معتقد انه بينفذ ارادته هو. دي حقيقه، دي حقيقه. دي يا فندم عمليه بتاخد وقت وسنين. ايوه. اهم مقوماتها ايه؟ اولا الجيل الرابع من الحروب مشكلته الرئيسيه انه موجه للدوله بالكامل بما فيها القطاع المدني. الاجيال الثلاثه اللي قبل كده، الاول والثاني والثالث، كانوا قوات مسلحه ضد قوات مسلحه. تمام. ساعات القطاع المدني يطول بعض الضربات او على هامش العمليات العسكريه، لكن كان ده استثناء من القاعده. لكن الجيل الرابع من الحروب موجه بصوره مباشره للقطاع المدني في الدوله ضمن الدوله بالكامل. والقطاع المدني في اي دوله مش في مصر بس هو معذور، لانه هو ما تعودش على تحليل التهديدات ومعرفة ما هي الأشكال الجديدة من الصراع. يعني ما بيدرس لا في مدارس ولا في جامعة، ولا حد مثلا بيعمل ماجستير ولا دكتوراه يعمل جزء كده عن تحليلات التهديدات والصراعات والأمن القومي. ما فيش ولا دولة بتعمل كده. فبالتالي لما وجه القطاع المدني شكل جديد من أشكال الصراع بهذا العنف وهذا الاحتراف، فهو واقع. وعشان كده شفنا في الإقليم دول وقعت، ودول كانت عريقه وليها حضاره وتاريخ وليها قوات مسلحه. بيقولوا وقوع الدوله مش حدث، اتس نوت ما هوش حدث، دي عمليه سنين بيترتب لها. ده الفرق الثاني بقى المهم جدا في حروب الجيل الرابع. الاجيال الثلاثه اللي فاتوا كانوا حدث واضح جلي، ضربات جويه وقتال على الارض بدبابات وهكذا. لكن حروب الجيل الرابع هي عمليه طويلة الأمد، وأنا هستعير كلمته، قال حتى slowly enough، ببطء كافي، تعمل على إنهاك الدولة ببطء. يعني كل أجهزة الدولة لازم تنهك إنهاك عالي جدا وببطء شديد. لو اتعمل ده بصورة محترفة، وأرجع تاني وأقول وببطء كافي، يستيقظ عدوك ميتا، ده كلمته. المخجل اللي كان يعني من ضمن اللي قاله باستخدام مواطني الدولة، دي حقيقة، لأن بعض مواطني الدولة بالظبط. يعني والاستخدام هنا مش معنى ان المواطنين دول خونة او مشاركين بصورة مباشرة، هم يعلمون ان هم بيشاركوا في حروب الجيل الرابع. انا ممكن كمواطن اشارك في حروب الجيل الرابع ضد دولتي وانا وطني جدا وفاهم ان انا بعمل الصح، ودي المشكلة. دي مشكلة كبيرة، لان اولا هي لو قلنا بقى الادوات بتاعتها، احنا قلنا الفرق ما بينها وبين الثلاث اجيال التانيين. أيوة. وموجهه للدوله بالكامل. تمام. وهي ثلاث مراحل رئيسيه. المرحله الاولى العمل على عدم استقرار الدوله المستهدفه. المرحله الثانيه الوصول بها الى تكون دوله فاشله، وقال كذا مره فيلد ستيت، دوله فاشله. بعد ما اوصل للدوله انها تكون فاشله، لا تستطيع السيطره على حدودها ولا تستطيع اداره شؤونها في الداخل، يمكن بعد كده فرض الاراده. فرض الإرادة بالتقسيم الدولة، بفرض قرارات معينة تنفذها، أي حاجة بقى، تنفيذ الهدف المطلوب أيا كان. وهو في هذه الحالة التقسيم، لأن الشرق الأوسط بيتعرض لمشروع تقسيم، وإحنا شفنا دول. طب إيه الأدوات بقى والأساليب اللي بتستخدم عشان أنا كمواطن أتجنبها وأعرف إن هذه الأساليب أساليب رئيسية من أساليب حروب الجيل الرابع، فممكن ما اخدش بالي وابقى مشارك فيها بصورة غير مباشرة. الحرب النفسية، أدوات كتيرة منها الحرب النفسية. طبعا أول حاجة الحرب النفسية. الحرب النفسية هي كلنا يعني عارفينها، لكن مشكلتها في هذا الوقت إن التكنولوجيا الموجودة مكنت اللي بيستخدم حرب نفسية ضد مصر أو ضد أي دولة سهل جدا، لأن في تكنولوجيا عالية جدا، في مواقع، في محطات فضائية كتيرة جدا. ازاي يعني يا فندم حرب نفسية بتوصل؟ أولا هو هتبقى في صورة إيه علشان الهدف يبقى كلامنا واضح للمشاهد للمواطن؟ يعني الهدف إن هو نمرة واحد يشكك المواطن في قدرته على الصمود والتصدي لأي مشكلات، ويشككه في قيادته، ويشككه في اللي حواليه، ويفقدوا هويته. كل دي حرب نفسية، أهداف للحرب النفسية. طب والشائعات؟ الشائعات طبعا دي الأداة الرئيسية اللي هي هتخليني أشك في قيادتي وأشك في قدرتي على المواجهة. من ضمن الحاجات المتفرد بها جدا جدا الشعب المصري القدرة العالية على الصمود والتحدي والمواجهة. التاريخ بيقول كده. ده يعني زمان يعني أحمد عرابي
احمد عرابي بالمناسبه ده كان ضابط في الجيش، كان اميرلاي يعني عميد، ده وقف في وش الخديوي والشعب وقف معاه طبعا. عمر مكرم. يعني هنفتش تاريخنا كده هنلاقي التاريخ الشعب المصري له تاريخ عريق في الصمود والتصدي لكل اشكال وانواع الصراع اللي جاي له من بره او طالع له من جوه. تمام يا فندم، تمام. لما انا افقد هذا الشعب هذه القدره على الصمود والتصدي، فانا دلوقتي اي حاجه هتقلقه. دي عمليه الانهاك، دي عمليه الحرب النفسيه اللي تفقده الصمود والتصدي. عن طريق الشائعات زي شائعه زي ايه مثلا؟ شائعه بتشكك مثلا في مشروع قناه السويس ومدى جديته ومدى استكماله، لدرجه ان هم صوروا المشروع من طياره هليكوبتر عشان يوروه الحفر بيتقدم لغايه فين. ايوه. حرب نفسية زي داعش. يعني داعش ده تنظيم إرهابي، الأسلحة اللي في إيديه أسلحة ما هياش أسلحة ثقيلة بتاعت قوات مسلحة أو كده، لكن أسلحة بيضاء، أسلحة خفيفة إلى حد ما، لكن هو بيصوروا في فيديوهات بصورة وحشية رهيبة جدا وبتقنية عالية جدا أكبر من إمكانيات حتى الأفراد بتوع داعش دول، ويظهروا في الإعلام ويديله مساحة زمنية وقدر من التقنية العالية بحيث ان هو يضخم لك قوة داعش دي تضخيم عالي جدا، ولدرجة ان في العراق في قرى ومدن لما داعش قربوا منها سابوها مشيوا. وما قربوا من كوباني وبعد كده بعد صمدت كوباني شويه وبعد السيدات قاموا مسكوا سلاح وطلعوا. ايوه طبعا. مشي داعش. فاذا هذه كل ده حرب نفسيه. فيديوهاتهم حضرتك بتقصد ان التدخل فيها بغرض الحرب النفسيه على الدوله المستهدفه بيبقى عن طريق استخدام بعض التقنيات زي مثلا الاحجام الغير طبيعيه. التكنولوجيا سهلت له الكلام ده، ما كانش زمان يقدر يعمل. يعني عمليات الذبح والوحشيه حصلت بالفعل ولكن هم بيضيفوا بعض يعني المؤثرات البصريه. خليني اعمل البحر بلون الدم وده وراهم ويعني وكل واحد منهم طوله 3 متر والاطوال دي ممكن بسهوله جدا. يمكن انتوا اقدر انا يمكن سالنا مخرجين هنا واحنا في البرامج وكده، يعني الكلام ده مع التقنيات الموجوده والتكنولوجيا مكنت من هذا الكلام. تقليد الاصوات وان دي اصوات مثلا حد في مؤسسه الرئاسه وهكذا، كل الكلام ده كله هي باكج كبيره جدا. هو لو الناس، انا اسفه يا فندم على المقاطعه، لكن لو ركزنا احيانا بتبقى الصدمه بتخلي الواحد احيانا ما يتاملش الموقف كويس يعني. لكن لو ركزنا مساله استخدام الاصوات دي بتحصل حتى في كتير من الاعلانات على الشاشات. أيوة. نسمع اعلان مثلا بصوت فنان راحل عظيم، صح، ايا كان، او فنان راحل الصوت على كبيرة. الصوره يعني. فدي هي طبعا التقنيه دي عاليه جدا، ده جزء من الحرب النفسيه. ده في اجزاء تانية اللي هي يعني التعويل على السوشيال ميديا او المواقع التواصل الاجتماعي. بما ان حضرتك اشرت لمساله التكنولوجيا الحديثه، أيوة. بنسبه قد ايه دلوقتي؟ عاليه جدا، لان دلوقتي المحطات الفضائيه هي معروفه، وانا لما بتفرج على بعض المحطات الفضائيه ممكن بتفرج مع اسرتي او كده، فحد يقول لي لا ده مضخم الموضوع ده كذا. مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الغير تقليدي المتمثل كله على الانترنت ده غالبا ما بيشوفوا شريحه من الناس لوحدهم، بحكم ان انا بشوف على لابتوب او كمبيوتر او كده، فتاثيره عليا مباشر. أيوة. وتعدد هذه المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بصوره عاليه جدا ويحط فيها شائعات وفيها بعض الحكايات اللي بتصور يعني اشياء تفقدك الهويه وتفقدك قدرتك على الصمود والتحدي وتشككك في اللي حواليك وفي بلدك وفي مشاريعك. دي نقطه رهيبه، لانها حتى لو انت اكتشفت دي الموقع ده ولقيت ان هو يعني في بعض الاكاذيب، ممكن يروح عامل لك مواقع تانية باسماء تانية. أيوة. ويحترف جدا، يعني في اسلوب احترافي جدا في اسلوب تجميع المجموعات على الفيسبوك. ازاي اجمع مجموعات والشرايح السنيه متحلله كويس قوي، ان انا عارف الشريحه دي ايه اللي يجذبها.
هل في استهداف يا فندم غالبا مفضل لشرائح عمريه معينه للتاثير عليها من خلال الحرب النفسيه؟ بيلعب دايما من 18 ل 28 سنه حتى تلاقي نقط الاختراق في الحته دي بالذات اكبر. طبعا كل الناس مستهدفه، لكن من 18 ل 28 ده الجيل اللي هو اوير قوي بالتكنولوجيا، بيحب قوي التكنولوجيا، قاعد دايما قدام الكمبيوتر او اللي بيتعامل معاها. فالشريحه دي نسبه تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الغير تقليدي عاليه. فدي طبعا استهدافها هيكون عالي وعلاوه على الباقي. فدي كل ده في اطار الحرب النفسيه، وهي التكنولوجيا هي الاساس في هذا الموضوع. هل بيحصل انه مثلا انه يكون النظريات العامه اللي احنا سمعناها من الاخ البروفيسور من شويه تتغير شويه حسب طبيعه المجتمع او حسب مجريات الامور؟ يعني اللي حاصل في مصر حتى الان في متغيرات كتير فاجأت مؤسس يعني اللي كان منتظر وعمال يرسخ للمخطط ده بقاله سنين، فاجئته بحاجات غيرت من المسار. هل هو كمان بيغير مساره؟ طبعا هو طبعا ما اجي اوجه حرب نفسيه ضد مجتمع، انا اول حاجه بحلل هذا المجتمع وبحلل ايه اللي ياثر فيه والشرائح اللي موجوده فيه، وبعدين بعد كده اصمم الحرب النفسيه والادوات اللي هستخدمها ايه. طب ادينا وبعدين بعد كده اخد فيدباك، يعني بيجي لي فيدباك، وبعدين بعد كده لقيت هذا التأثير مش مناسب أو فشل جزء منه، أروح مغير صفحات التواصل الاجتماعي، مغير التقنية، مغير يعني مثلا قناة زي الجزيرة مباشر مصر، المصريين وصلنا في الآخر. والله أنا ضد هذا الأسلوب، إن في بعض المداخلات يعني الجمهور بيقول كلام سيء أنا ضد هذا حتى لو القناة مش مظبوطة. فخلاص هي استهلكت تماما، اتقفلت الجزيرة مباشر مصر. بعد كده راح عامل 4 قنوات تانيين أو 3 قنوات تانيين بأسماء أخرى على أقمار أخرى، وبالتالي دي موجهه. هذا تنوع أكثر تأثيرا يا فندم لما تبقى صفحات بعينها معروفه او مواقع او قنوات زي اللي حضرتك اشرت اليها، ولا التحرك الفردي للافراد وسط مجموعات المجتمع؟ الاثنين. والحرب النفسيه دي ادوات كتيره جدا، منها يعني احنا لو قلنا مواقع التواصل الاجتماعي ده بند من البنود، القنوات الفضائيه ده بند من البنود، التحرك جوه المجتمع وبث الشائعات فيه ده بند من البنود، استخدام الدين الى ان وصلنا الى الارهاب. طبعا يعني انا مفاهيمي الخاطئه عن الدين واستخدام الدين ومزجه بمهاره بالمواقف المختلفه اللي هي غلط بينطلي على المواطن العادي، وبالتالي هو بيجذب شريحه ليه. كل ده الموضوع الحرب النفسيه ده موضوع متعدد جدا ومتنوع. وهتلاقي حضرتك دايما باستمرار لما نقطه تفقد تاثيرها على المجتمع يوقفها ويطلع حاجه جديده. وباستمرار هذا الموضوع، لان في تحليل مستمر لشرائح المجتمع وتحليل مستمر لتاثير الاداء اللي انا اخترتها، وبالتالي اغيرها. تمام. هل حروب الجيل الرابع يا فندم بتبقى مخططها الاساسي دوله تستهدف دولة أو دولة تستهدف منطقة، أو بقصد، ولا ممكن يكون تخطيط من أكتر من دولة؟ يعني ينفع يكون في تحالف مثلا دولتين أو اتفاق مصالح بين دولتين فيأسسوا لنفس المخطط؟ ببساطة شديدة هو المنطقة الشرق الأوسط كلها مخطط ليها مشروع تقسيم الدول إلى دول صغيرة. المخطط ده في لاعبين اقليميين بينفذوه، وفي منفذين على الارض، يعني زي الشكل الهرمي كده. على قمه الهرم ده المخطط الاساسي، تمام. في النص اللاعبين الاقليميين اللي ليهم مصالح، وبالتالي اللاعبين الاقليميين دول جوه الاقليم، وفي منفذين على الارض اللي احنا بنشوفهم بقى الجماعات الارهابيه والتظاهرات بحجه السلميه وبعدين الناس تموت فيها. ممكن نتكلم بقى على باقي الادوات، لكن الشكل النهائي للموضوع عشان يدينا بس رؤيه كامله كده، مخطط رئيسي لاعبين اقليميين منفذين على الارض. لاعبين اقليميين يعني دول، لا زي دول في الإقليم لها مصلحة كبيرة جدا في أن الإقليم يتقسم، وأن دول ذات ثقل زي مصر أنها تنهك وتتقسم.
وبالتالي يظهر دورهم بصوره اعلى في الاقليم. تمام. او دول بتحتمي تحت مظله قوى عظمى، يعني ربط امنها بامن دول عظمى، وشايفه ان هي يتم تحقيق هذا الامن الخاص بها من خلال التواجد باستمرار تحت مظله دول عظمى، وبالتالي في ثمن بيدفع انه بنفذ اجنده هو بيتم املاءها عليه. وبالتالي اللاعبين الاقليميين دول اساسيين، بيحتمي جواهم بقى بعض الناس اللي هم قيادات من جماعات ارهابيه، من جماعات غير وطنيه وهكذا. فاللاعبين الاقليميين عنصر اساسي في حروب الجيل الرابع. ايهما اكتر عدد او ربما تاثير، يعني يا كم يا كيف؟ يعني حضرتك لك مطلق الحريه في اختيار معيار التناول، يعني في التاثير في الاستخدام في المجتمع. المغيبين، اللي مش عارف انه بيضر او اللي مش عارف انه بيتزق الاتجاه، مش ارادته، ولا اللي عارف ومغرض وبيتم استخدامه ومدفوع له يعني؟ والله انا شايف بالنسبه لحاله مصر المغرضين دول بيقلوا او قليلين، لكن الشريحه الكبيره اللي هي ندي مثال برضو عشان الامور تتفضل. في المظاهرات، المظاهرات احد الاساليب الرئيسيه لاساليب حروب الجيل الرابع. المظاهره تطلع باسلوب سلمي واهدافها صحيحه، ناس ما خدتش مثلا مرتباتها او مكافاتها او بعض مميزات خاصه بيها او حقوق خاصه بيها، في مشاكل موجوده اقتصاديه موجوده. فالمظاهره منبعها وهدفها واسبابها صحيحه تمام، كله والناس متعاطفه معاها تماما وليهم حق. تطلع المظاهره، بعد كده المظاهره دي يموت فيها ناس وتحرق منشآت خاصه او عامه، وتلاقي الناس دايما اللي بتموت في المظاهره غالبا ما بيكونوا ناس محترمين. يحصل احتقان عالي ما بين المدنيين والشرطه او الجيش نتيجه ان ناس اتقتلت، وناس شكلها يعني ما لهاش ذنب، وناس محترمه، وبالتالي عبال ما القضاء ياخد وقته ويحقق ويشوف الشرطه مين ده عيار السلاح ايه، ومين اللي استخدم السلاح او ما كانش فيه سلاح وهكذا. دي فتره احتقان عالي جدا ما بين المدنيين والشرطه والجيش. يخش فيها بصوره عاليه جدا للحرب النفسيه عشان تزود هذا الاحتقان بصوره عاليه جدا. بعد ما يشتغلوا فين بقى؟ يشتغلوا على تشكيك المدنيين في الشرطه انها ضربتهم وبتقتلهم، واستخدام العنف المفرط والعبارات اللي احنا بنسمعها دي، او القوات المسلحه طبقا للموقف. وبعدين الفتره دي هتبقى فتره احتقان ما بين المدنيين والشرطه والجيش. بعد ما فتره الاحتقان دي تقل بان الحقيقه تظهر ويبان ان حد مدان او مش مدان، تبتدي فترة تانية من المظاهرات بنفس الأسلوب وهكذا، ويفضل الدايرة دي شغال على طول. وده يعتبر، أرجع تاني لكلام ماكس فانورنج، إنهاك وتآكل ببطء شديد، slowly enough. وبالتالي أنا دايما عايز الاحتقان ده ما بين الشرطة والقوات المسلحة في جانب وبين المدنيين في جانب يفضل مستمر أطول فترة ممكنة. وتلاقي الحجج بتاعت المظاهرات هي حجج سليمه والناس متعاطفه معاها. لكن هتلاقي ناس هي الازمه بعد كده مش في بالظبط كده. يعني في مره في بعض التظاهرات وكده في حد من رجال الازهر يعني طلع علشان يصلح ما بين الناس، اتقتل. يعني هو لا ليه في المظاهره دي ولا دي، هو كرجل دين لقى ان عليه واجب وطني ويروح ان هو يصلح ما بين الناس ويهدي الامور شويه وهكذا، اتقتل. فبالتالي التظاهرات بحجج السلميه ثم ينقلب الاسلوب لناس تموت او حرق منشآت عامه زي المجمع العلمي. يعني انت مظاهره طالع ليك حقوق وكلام من ده بتاع. انا متاكد تماما ان الناس اللي طالعه بالمظاهره وليها حقوق استحاله يكون هدفه النهائي حرق المجمع العلمي يا فندم، او حرق عربيه شخص او معلش خلينا صراحه يعني. كم مواطن مصري وهو ماشي في الشارع ده عارف ان في هنا حاجه اسمها المجمع العلمي؟ والله انا مع حضرتك ان في ناس ما تعرفش المكان كتير. لكن هو حتى لو هنقول ده اي مبنى عام او خاص هو مش هيحرقه. هو مستهدف بشكل محدد. بالظبط. لا شيء ده قيمه تراثيه عاليه جدا.
وخريطة مصر. طبعا طبعا طبعا، او عربيات عامه او خاصه او اتوبيسات او عربيات شرطه او اقسام شرطه او المتحف المصري او اي يعني. لو خدنا كده حد المواطن يعني اللي خد كده، ارجع بالذاكره كده وشوف كم مظاهره طلعت اهدافها فعلا صحيحه ونبيله وكلنا والله متعاطفين معاها، وفي بعض المشاكل اللي كلنا معترفين بيها، والمظاهره دي مات فيها ناس وناس محترمه وناس يعني احنا متعاطفين معاها، ده ما عملش حاجه، او بعض الطلبه اللي مات زمايلهم. والسن النقطه في المظاهره، في نقطه نفسيه مهمه قوي في المظاهره. ان احنا بنطلع في مظاهره او احنا طلبه مع بعض بيبقى في نوع تعاطف شديد جدا بيننا وبين بعض. وتلاحم شديد جدا. فانا لما بشوف زميلي بيموت او زميلتي بتموت فبيبقى في طار بايت بيني وبين الجهه اللي انا متصور انها عملت هذا الكلام. تمام. مع حرب نفسيه عاليه، فده بيضخم هذا الشعور جوايا بصوره عاليه جدا، لدرجه ان انا مستعد تاني اعمل اي حاجه ضدهم. تصل للكراهيه. وده بيزود الاحتقان بصوره عاليه جدا. وده هي بتعتمد على تفكيك النسيج المجتمع. بالظبط، واستراتيجيه الهدم من الداخل. انا ازاي اضرب طبقات المجتمع بعضها ببعض. فدي نقطة مهمة جدا في ده مزج ما بين التظاهرات والحرب النفسية. هل ينفع نقول بشكل صريح كده على الهوا بالنسبة لحالة مصر تحديدا، لأن للأسف الشديد المنطقة العربية سوريا، العراق، ليبيا يعني نقدر نقول الحمد لله ابتدى يبقى في بادرة أمل يعني. إن شاء الله. إنما برضو أين الدولة؟ فاليمن غير السعيد الآن للأسف الشديد. فخلينا نتكلم على بلدنا. احنا دلوقتي مستهدفين في أي مرحلة من مراحل حروب الجيل الرابع؟ احنا دلوقتي الموضوع ده فشل في مصر الحمد لله، لكن الحرب النفسية ما زالت قائمة. احنا قلنا حروب الجيل الرابع في التظاهرات والحرب النفسيه. وبعدين بعد كده ما الحرب النفسيه جزء، الاشاعات جزء من الحرب النفسيه. بعد كده هنقول الارهاب كاحد الوسائل. تمام. لكن احنا دلوقتي بنتعرض للحرب النفسيه. تمام. بتتنوع ادواتها ووسائلها وتقنياتها بصوره عاليه جدا وباستمرار. التظاهرات يعني الحمد لله قلت، لكن ما زال في احياء للموضوع. قانون التظاهر يعني انا شايف ان هو يعني مع كل الاحترام والله اللي عايز يغيره ده حقه، يعني نقول انا ليا راي فيه او كده، لكن يعني انا هستعير كلمه قالها السيد الرئيس، يعني خلي بالك وانت بتطالب بحقوقك اوعى تضيعنا معاك او تضيع نفسك معاك. يعني انت ممكن يكون ليك حق وفعلا في مشاكل موجوده، خلينا نعترف بكل الامور. طبعا. وفي ناس ليها حقوق وفي ناس مظلومه وقعدت فتره طويله مظلومه. لكن خلي بالك احنا بنشتغل في وقت وفي زمن وفي بيئه اقليميه ودوليه بنتعرض لشكل جديد من اشكال الصراع. فممكن المظاهره دي يدخلها هو في سيناريو معين بحيث ان هو ناس تموت وحاجات تتحرق ويحقق بيها اهداف. انت ممكن ما تحققش اهدافك او تتحقق، لكن ممكن بعض الامور السلبيه العنيفه اللي تتم في هذا السياق وفي هذا السيناريو بحيث انها تدي مردود سلبي ما بيننا وبين الشرطه وما بين الجيش او ما بيننا وبين بعض او ما بين طائفتين وبين بعض وهكذا. اهم مصد، خليني اقول انجاز التعبير، للحاله دي من الحرب علينا بالشكل زي ما حضرتك تفضلت وقلت الحرب النفسيه دي، المصد الاول ليها ايه يا فندم؟ سياسي ولا اقتصادي ولا فكري ثقافي اعلامي ايه؟ لا هي طبعا هي يعني بقول للاسف لانها لازم خطوط متوازيه. يعني دلوقتي انا الوعي ده اساس، لكن برضو اديني حقي، حل لي مشكلتي. فبالتالي حل المشكله قد يكون اقتصادي. وبالتالي انا لازم برضو امشي في المسار الاقتصادي وامشي في مسار الوعي الاعلامي وامشي في مسار الوعي السياسي. ما هو انا دلوقتي ما هو لازم يبقى في برضو الاحزاب ليها دور، ويعني تاخد كل الاراء المختلفه دي يبقى ليها اتجاهات تعبر عن رايها جوه الاحزاب او جوه التجمعات القانونيه اللي موجوده. فدي نقطه برضو هي مسارات متوازيه. والمسارات المتوازيه دي انا شايف ان في يعني الامور ماشيه بصوره يعني احنا على الطريق الصحيح، ان في مشاريع اقتصاديه هتحسن الوضع الاقتصادي، لكن الموضوع بياخد وقت. فهذا الوقت الى حين ما نقف على رجلينا ان شاء الله وننطلق انطلاق عالي جدا، هذا الوقت هتلاقي فيه اعلى معدل للحرب النفسيه. ما اعرفش ليه ست اللي هو يعني اتمنى حضرتك توافقني.
انا اتمنى من زمايلي يا جماعه نعيد الفيديو تاني، نعيد المقطع لو سمحتوا الخاص بالبروفيسور المخرب عراب يعني حروب الجيل الرابع ماكس مانورينج، وهو بيحاضر مجموعة من ضباط، طبعا واضح ان هم ضباط مخابرات، وواضح ان هم ليهم مهمات محددة. نسمع بودننا، نسمع بأنفسنا ان المؤامرة مش نظرية، المؤامرة بتحصل بقالها سنين، ودلوقتي أتت ثمارها بالنسبة لهم في بعض المناطق إلا مصر. هو النقطة بس المهمة، ما حدش بيدرس في أكاديمية عسكرية حاجة والناس اللي قاعدة بتتعلم منه تنفذ حاجة تانية، يعني ما بيحصلش. يعني أنا لازم، يعني أنا بدأ يعني اللي هم هيسمعوه دلوقتي هو ده اللي هم نفذوه ولسه بينفذوه. نشوف. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here, it's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. Now what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. But we have been engaged, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down, slowly but surely, the will of the targeted country for the purposes of, say that again? Gaining influence. And eventually, beyond gaining influence, and probably more, not just eventually, but in reality, the real objective is to compel that enemy to your will. But here, a couple of words for our vocabulary for the next while. War is compulsion, whether it's non-lethal or if it is lethal as what we've known in the past. The other word is failed state or failing state. It's not an event, it's a process. And if you do it slowly and quietly enough, people will go to sleep, in the words of one of my favorite philosophers, Hugo Chavez. If you do this well enough, long enough, slowly enough, benignly enough, your enemy will wake up dead. باستخدام مواطني الدولة زي مين يا فندم؟ احنا قلنا الفكرة الأساسية لحروب الجيل الرابع عشان نبقى بنتكلمها بكلمات بسيطة قوي، بتعتمد على استراتيجية الهدم من الداخل. أحد مكونات الداخل منظمات المجتمع المدني. هي منظمات غير حكومية ما بتعتمدش في دعمها المالي على الحكومة، وإن اعتمدت في بعض الأحيان الحكومة بالدعم ده استثناء من القاعدة. هذه المنظمات بتقوم بدور مكمل للحكومة أو دور مش قادرة بيه تقوم بيه الحكومة تجاه المجتمع المدني. حاجات دور الأيتام، حاجات الخاصة بالبيئة وهكذا، وبرضه ساعات حاجات خاصة بالسياسة، وده مش عيب، وده موجود في كل دول العالم بما فيها حتى الدول العظمى، كلها محتاجة لمنظمات المجتمع المدني. تمام. منظمات المجتمع دي تجمعات موجودة خاصة بمدنيين موجودين وبتترخص ليهم طبقا لقوانين الدولة. أنا لما أجي أخترق هذه المنظمات بأسلوب أن أنا أقدم لها دعم مالي خارجي بدون المرور على الدولة، وأملي عليها أجندات معينة زي تعليم الديمقراطية والعمل في حقوق الإنسان، وهو عنوان صحيح. يعني دايما المدخل صحيح. مدخل حروب الجيل الرابع دايما هتلاقيه صحيح جدا وإنساني جدا ومقبول يعني دينيا وقانونيا. بالظبط كده. تحت العنوان ده
امشي شويه صح وبعد كده احط اللي انا عايزه. فاختراق منظمات المجتمع المدني او جزء منها عشان فيها الكثير من المنظمات المحترمه واللي محتاجينها. يمكن قالته الاستاذه الدكتوره فايزه ابو النجا عشان نتكلم بقى بصوره عمليه على مصر على وجه التحديد. ان جزء من المعونه الامريكيه المدنيه كان عايزين يخصصوه مباشر لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان. والجزء ده كان مخصص اساسا لمشروعات صحيه ومشروعات خدميه تخدم المواطن. لما الحكومه رفضت دخلوا على طول على المنظمات واعلنوا ان هم اللي عايز يعمل في هذا الاتجاه يجي وياخد جزء من الفلوس. طبعا جت منظمات من بره ودخلت مصر، وفي منظمات موجوده جوه مصر ما لهاش تصديق او دخلت باموالها ودخل بالظبط. ما هي الاموال دي جايه من بره اساسا، وبالتالي حصل دخول عالي جدا لبعض المنظمات اللي لها افرع اللي هي اساسها اجنبي وعامله فرع جوه مصر. والمنظمات دي بتجمع معلومات وبتعمل في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان كعنوان، لكن تحت هذا العنوان بيستقطب مجموعه كبيره جدا من الشباب وبيعلمهم وبيوعيهم باسلوب معين بحيث يتبنى قضايا في ظاهرها انها صحيحه، لكن بعد كده بتاخد منحى انها تكون ضد المجتمع. الحمد لله دول يعني الدوله يعني يمكن القضيه الشهيره بتاعت التمويل الاجنبي دي 250 واتخذ فيها حكم. هي اخر حاجه طبقا للي قالته الاستاذه الدكتوره فايزه ابو النجا كانت 150 مليون دولار كانوا عايزين يوجهوها لهذه المنظمات، وهي وقفت الحقيقه وقفه يعني سيده عظيمه مصريه يعني الحقيقه. علشان كده يعني نيويورك تايمز اول ما تعينت الاستاذه الدكتوره فايزه ابو النجا مستشار للسيد الرئيس لا ده خصصوا لها في نيويورك تايمز 3 صفحات اعتراض يعني على هذا التعيين. يعني عمر ده سابقه لم تحدث في اي دوله ان صحيفه تنشر 3 صفحات اعتراضا على تعيين مستشاره لرئيس دوله. تمام. سياده اللواء يعني بالمناسبه بس المنظمات وانا يعني اتفضلي قول اخير بقى يعني من حضرتك. هذا النوع من انواع الحروب او الشكل الجديد من اشكال الصراع ولو انه اسمه مقلق ومكوناته مش مريحه خالص، لكن هو التصدي ليه سهل. هو بيعتمد على استراتيجيه الهدم من الداخل. في كلمات بسيطه قوي، ما احنا الداخل، احنا على اختلاف مكوناتنا وتكويننا واختلافاتنا ودياناتنا، ما احنا الداخل، ما احنا اللي ممكن نهد واحنا اللي ممكن نبني وممكن احنا نوعي بعض. ودايما ما فيش مجتمع فيه كله عرق واحد او دين واحد، ما حصلتش على مر التاريخ تقريبا يعني. وما فيش مجتمع متفق بنسبه 100% في كل حاجه، الاسره الواحده. فاحنا نمره 1 الوعي، والوعي ده مسؤوليه طبعا الاعلام والمدارس والجامعات والنوادي والله واي تجمعات. نمره 2 الاختلاف موجود وهيفضل موجود، والخلاف موجود بس يجب ان لا يصل الى صدام او صراع. هي دي النقطه المهمه قوي. ممكن نفضل مختلفين ونقوم واحنا مختلفين بس بدون صراع او صدام. ما السنه والشيعه والاكراد ما هم عايشين مع بعض بقالهم سنين طويله من قبل صدام حسين ومن سنين طويله. ايه اللي يجد دلوقتي ان هم يحصل هذا الخلاف الرهيب الذي يصل الى صراع مسلح؟ الصراع المسلح ده دم بينهم، ده قتل اخو ده وده قتل ابو ده. بعد كده ما يقفوا ويتوقف هذا القتال ويفوقوا ويلاقوا الارض والبنيه التحتيه كلها خربانه، لا هو قادر يتقدم لقدام ولا يتحدوا مع بعض نتيجه للصراعات. اصلا نتخانق بقى جواها ولا نتفق. سيستيقظ عدوك يعني ميتا. نفس الكلمه اللي قالها ماكس مانورينج، هيفوق لكن بعد ما الامور كلها خربانه بصوره غير طبيعيه، ارض ودوله وحواجز نفسيه رهيبه بينه وبين بعض. اللي عندنا الحمد لله رب العالمين. تحيا مصر. سياده اللواء حضرتك شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا على وقتك معانا، وباذن الله احنا يعني بنتمنى يكون لنا لقاءات قادمه ان شاء الله نتكلم فيها كمان على بقيه التطورات والافرع اللي خارجه من تحت هذا العنوان المخيف يعني حروب الجيل الرابع او الجيل الرابع من الحروب. كل الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. بعد فاصل الحكم